الذاكرة دائما ما تعود بنا للوراء، ويرجع بنا الحنين إلى سنة تتويج الوداد، سنة 17 و2000، سنة اعتلى فيها نادي المقاومة عرش الأميرة السمراء، وتوج فيها وداد المغاربة بلقب غال غاب عن خزائن الفريق منذ سنة 92. تتويج كان تكليفا قبل أن يكون تشريفا للكرة المغربية، جاء على حساب ناد عريق بتاريخ كبير، نادي الأهلي المصري. ولكن إذا استيقظ الوداد فسلام على تاريخك وعلى الكرة التي جمعتني بك. اليوم التاريخ يعيد نفسه، والوداد في الطريق نحو المجد الإفريقي من بوابة ربع نهائي أغلى كؤوس القارة السمراء ضد خصم عنيد أحرج بطل النسخة السابقة في عقر داره نادي الإسبيرانس. نتيجة الذهاب ضد حورية تعيد للأذهان مباراة اتحاد العاصمة في الجزائر التي انتهت نتيجتها بالبياض، بياض كاد أن يتحول إلى سواد لولا حنكة ووراعة رفقاء القيدوم إبراهيم النقاش وبزوغ شمس نجم واعد اسمه أشرف بن شرقي. فكونوا على أهبة الاستعداد أيها اللاعبون المحاربون، فستخوضون حربا ضروسا يوم السبت من أجل كتابة تاريخ جديد ونقش أسمائكم من ذهب داخل ناد عريق اسمه الوداد. فسيروا مرفوعي الرأس فأنتم أسياد هذا الزمان، فخلفكم جيوش حمراء تعجز كلماته عن وصف فدائيتهم وحبهم وتضحياتهم لألوان حب الأجداد. فشدوا الهمم أيتها الجحافل الحمراء، فأمامكم ملحمة يوم السبت لتلقنوا العالم درسا جديدا في فنون التشجيع والمساندة، فأنتم حقا خارقون للعادة كمعنى كلمة أولتراس. ولنسكت أفواه المشوشين